شوف كيما على بالكم في السوشيال ميديا يا جماعه راه كاين بزاف دي جون نساء ورجال، كاين حتى بعض المراهقين شفتهم اللي حاجه ما نشجعش عليها بارابور لي ريزو سوسيو اي تو. كاين بزاف تنويريين جزائريين، شباب وشابات تنويريين، تنويريين تقدميين حداثيين، سميهم كما تبغي، علمانيين تبغي. هذا جماعه حريه التعبير مكفوله كامل، لكن ما تتعداش على القانون، ما تتعداش على القانون، ما تبروفوكي الناس، ما تخلي الناس تبروفوكيك. نشوفهم راكم يديروا لي لايف، راهم يديروا لي فيديو، راهم يديروا، ودي فوا راني نشوف باسكو سون دي جون راهم يسخنوا شويه فاهم ولا لا، الراس عندهم يحمى شويه، ودي فوا راهم كيسميوه. اذا انا نقول لكم تقدروا تهضروا، تقدروا تحكيوا، تقدروا تعبروا، لكن بذكاء. واش هو الذكاء؟ الذكاء هو انك ما تتعداش على القانون. نعطيك امثله، راح نعطيك امثله. ما تسبش الشرطه، اسلك الامن، ما عندكش دروا، ترى تو با دروا في الجيري. الجيش الشعبي الوطني، رجالات الدوله، مؤسسات الدوله ما تحرضش، هذه كملنا معاها الحاجه الزوجه، ما تحرضش على فئه معينه من الناس، ما تستعملش اسلوب تحريضي، يعني تقدر تنتقد عادي جدا لكن ما تستعملش اسلوب تحريضي. ما تحرضش على طائفه معينه، على عرق معين، على لون معين، على مهما كانت درجه تاع السخونيه تاع راسك، الفو ضبط النفس كامل ولا لا. لانه كاين بعض الخطابات رغم انك تعتقدها انها تنويريه وعندك النيه مليحه، لكن ممكن تؤدي الى كارثه، او تؤدي الى لغط، او تؤدي الى خرق للقانون. اذا الحذر ثم الحذر، الحذر ثم الحذر من هذه الامور. جامي تتعدى على القانون. وإلا تلفت لك يا خويا، إلا تلفت لك، طالع قانون العقوبات الجزائري واش يقول، رحنا نهضروا، رحنا شحال من خطره نقولوا. شوف إلا بغيت تتعلم ولا شوف المنشورات تاعي او الفيديوهات تاعي، ننتقد انايا بكل حريه. جامي يتعدى على القانون. ما تسيئش الى الاسلام، لا تسيء الى الاسلام، هذه نحذرك منها، لأن القانون الجزائري يمنعه. إذا لا تسيء إلى الإسلام، إذا لا تسيء إلى المعلوم من الدين. كامل بولحية هضر عليه يعطيه كامل ولا لا، لكن المعلوم من الدين القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، الأحاديث الصحيحة، الصحابة الكرام، المعلوم من الدين، الفرائض، أركان الإسلام، هادو جماعة في القانون الجزائري ممنوع. عندك مع مشكله مع القانون، انا سي با مون بروبليم، ناضل اخويا، ناضل دبر راسك، انا دير الحزب ولا مش عارف ولا ناضل ولا حاجه، وحاولوا تغيروا القوانين. هذه فهمني ولا لا؟ هذه قاعد الناس ديرها وعادي جدا، لكن حاليا راه قانون، ما تعداش على القانون صاحبي، ما تعداش على القانون. حرز روحك واش تقول، راها كل زلقه بفلقه. انا هذه عندي 3 سنين ولا حاجه، الفيديو تاعك قبل ما تحطوه شوفوا 2 مرات 3 حتى 4 وسمعوه وشوف اذا تعديت على القانون ولا لا. فهمني ولا لا؟ ما تبقاش تيري برك. سبحان الله، هذه دولتنا وعندها قوانين. واش نديروا حنا؟ ما عندك ما دير، عندك قانون احترمه. حنا رحنا نروجوا الى احترام القانون والى تكريس سياده القانون وروح القانون. فهمني ولا لا؟ لا، لازم نردوا القانون فوق كل اعتبار، ما نوليوش حنا نقعروا الحلاس من تحت. فهمني ولا لا؟ توليش تتعدى على القانون. اذا صديقي او صديقتي فهموا، ما تتعداش على القانون. واكد لك اذا كنت ذكي كفايه عندك المجال لحريه التعبير الى درجه ما تصورهاش عقلك، والله العظيم ما يتصورها عقلك. لكن ايفيتي طيح مثلا في الماده 144 المكرر، او سب هيئه نظاميه، او طيح في خطاب كراهيه، او طيح. الحذر ثم الحذر ثم الحذر. وانا مع هذه القوانين باسكو احنا شعب، والشعب يتصف بالغوغائيه. الشعب ما يتنظمش لو كان ما هناكش قانون ومؤسسات الدوله تحكمه، هذه عادي جدا. اذا انايا مع هذه القوانين، سينو تولي القوانين تتحسن ونزيدوا فيها ونقصوا منها، فاهمني ولا لا؟ هذه حاجه مفروغ منها.
لكن بما انها موجوده احترمها اخويا. جائر ماشي جائر، قانون جائر، ظالم ماشي ظالم، انا ماشي قضيتي. ولا لا، كي نكون سياسي كي ندخل لجغيمار السياسه تما نحاول نغير او نبدل. لكن كاين بعض القوانين اللي راها قوانين تاع امن قومي ياسي، باش تروح تحرض ضد منطقه او ضد فئه من الناس او لون او مانيش عارف او دين او لا، راه شي صعيب اسي. اذا كونكم تنويريين وكونكم حداثيين وكونكم تقدميين وكونكم علمانيين، لكن مع احترام القانون ما تعطيوش الفرصه لولاد الحرام انهم يبريزيوكم ولا يلقاو عليكم الحجه ولا كان. لا، نتمنى الميساج يكون وصل. سلق عليه.